السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وأخبار وكواليس مهمة في نادينا الحبيب نادي الزمالك الملكي. ولكن في البداية يا رجالة عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. وعايز الفيديو يا جماعة نعلى باللايك والشير يا عم الحاج. رسميا الزمالك خلاص صعد لنهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بوليسداد في القاهرة 0-0 وكسب شباب بوليسداد هناك في الجزائر 1-0. وبالتالي الزمالك صعد ب مجموع المباراتين، والزمالك رسميا يصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسف المغربي. خلي بالك من حاجة مهمة جدا جدا، مباراة الذهاب هتكون خارج الديار. مباراة الذهاب يا باشا هتكون خارج الديار، ومباراة العودة هتكون في القاهرة بمشيئة الله. مباراة العودة ايه؟ هتكون في القاهرة بمشيئة الله. ودي حاجة حلوة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للزمالك، ان انت تلعب على ملعبك في مباراة النهائي وسط جماهيرك تبقى حاجة جميلة وحاجة محترمة جدا جدا. خليني اقول لكم يا جماعة ان مباراة الذهاب يوم 9/5. يوم 9/5 دي مباراة الذهاب. اما مباراة العودة يوم 16/5. 9/5 نلعب بره ملعبنا، نلعب في المغرب او الجزائر. ومباراه العوده هتكون يوم 16 على ملعبنا باذن الله وسط جماهيرنا. فربنا يكرم وربنا يوفق، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعه ان شاء الله البطوله دي هتكون من نصيب نادي الزمالك. تمام يا رجاله؟ تمام. عايز اقول شكرا النهارده لطارق حامد. طارق حامد النهارده بيعلن اعتزاله كرة القدم وسط جمهور نادي الزمالك. وطارق حامد النهارده خلاص خلصها. كل سنة انت طيب يا عم الحاج. راح النهارده طارق حامد لجمهور الزمالك ولبس التيشيرت رقم 3، هو وابنه كان موجود. ورسميا طارق حامد بيعلن اعتزاله كرة القدم وسط جمهور الزمالك. طبعا جمهور الزمالك يعني حاطط له بانر في الملعب مكتوب عليه في الملعب فارس بيحارب. شكرا طارق حامد. تاني، في الملعب فارس محارب. شكرا طارق حامد. والراجل راح حيا جمهور الزمالك وودع جمهور الزمالك، وانتهت اسطوره طارق حامد وانتهت قصه طارق حامد. لاعب مقاتل، لاعب جدع، لاعب شخصيه، لاعب محترم جدا جدا. فحابين نقول شكرا 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 طارق حامد على كل السنين اللي انت قضيتها معانا وخدت فيها بطولات. كنت لاعب مقاتل، لاعب وافي، لاعب محترم. متشكرين يا طارق يا حامد. ورسميا طارق حامد بيعلن اعتزال كرة القدم. وحاجة حلوة ان يجي يعتزل في مباراة زي دي، الملعب مليان ويروح للجمهور وجمهور الزمالك يحييه وينادي عليه. فمتشكرين لطارق حامد، وربنا ان شاء الله يكرمه بعد لعب كرة القدم، وربنا يوفقه بإذن الله. عايز اقول الله يسامحك. نعم الله يسامحك. مخرج المباراة يا جماعة بتداري عننا بانر زي ده ليه؟ بتداري عننا الدخله ليه؟ الدخله اللي عملها جمهور الزمالك في الملعب وهي لعنه الملكي. وحاطين النهارده يعني ايه الدلع ده؟ حاطين النهارده دخله يا جماعه اقسم بالله احسن دخله شفتها في حياتي، واقسم بالله ما عشان زملكاوي، ولكن ايه ده؟ ايه الجمال وايه العظمه وايه الابداع يا جماعه. الجمهور ده مدرسه، الجمهور ده وفي، الجمهور ده جميل، الجمهور ده يعني يتقال له مليار شكرا. ده ما تكفيش في حقه والله العظيم. فجمهور الزمالك ما زالوا يعني يواصلوا الابداع والمتعه والاقناع. فمتشكرين لجمهور الزمالك المحترم والعظيم. الكابتن هيثم فاروق نجم نادي الزمالك في البين سبورت قال جملتين اتنين وجعوا وحرقوا زيزو. ايه وجعوا وحرقوا زيزو؟ كابتن هيثم فاروق قال لك الزمالك ودع الكونفدراليه الموسم اللي فات بعد انتقال زيزو للاهلي، لكن بزيره النهارده قدر يعوض الغياب ويوصل بالفريق للنهائي. الله عليك يا حراق، الله عليك يا مشطشط، الله عليك يا مشطشط. النهارده حاجه جميله وحاجه محترمه جدا جدا. طبعا كلكم اكيد شفتوا طبعا الاستاذ ممدوح عباس وموجود في المدرجات والحكايه والروايه. خليني اقول لك
الملايين موجودة في نادي الزمالك، الملايين يا عم الحاج موجودة في نادي الزمالك. والأستاذ ممدوح عباس قرر صرف مكافأة مالية كبيرة للاعيبة الزمالك وللجهاز الفني بالكامل. يعني في مكافأة للاعيبة وفي مكافأة للجهاز الفني. طبعا اللعيبة رجالة. الملعب اللي شفته في الملعب النهارده ما كانش فيه فنيات ولا فيه قدرات، لا كان فيه رجالة في الملعب. ما تسألنيش على الفنيات، اسألني على الرجولة، اسألني على الشخصية، اسألني النهارده على كل حاجة النهارده كانت موجودة في الملعب النهارده. فالنهارده شفنا يا جماعة رجولة وشخصية في الملعب النهارده. فرسميا جمهور الزمالك النهارده عمل ملحمة كبيرة جدا جدا ووصلنا للنهائي. وعلى فكرة يعني نادي الزمالك ضمن في ايده خلاص، في ايده كده خلاص مليون دولار، يعني في 50 مليون جنيه الزمالك ضمنهم ده كده كده خلاص. طب لو ربنا كرمنا باذن الله وخدنا النهائي هنضمن 4 مليون دولار، يعني 200 مليون جنيه. فان شاء الله ربنا يوفق وربنا يكرم والامور تكون ماشيه يعني بشكل كبير جدا جدا، يعني في حاجه محترمه وحاجه جميله جدا جدا. عايز اقول لك فرجاني ساسي، فرجاني ساسي يا جماعه ماشي. آه نزل صوره بعد المباراه ما خلصت، الصوره اللي هي لجمهور الزمالك والبانر بتاعهم اهو. هنزل الصوره دي للبانر بتاع نادي الزمالك، ونزل الشاشه ان هو كان بيتابع يعني المباراه وكان بيتفرج على المباراه يعني. وراح منزل قلب ابيض وسهم الزمالك. ده مين؟ ده فرجاني ساسي. الله عليك، الله عليك. شفت يا جماعه الانتماء، شفت العظمه. طب اقول لك خبر حلو بالمناسبه دي، الزمالك شغال مع فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته لدى نادي الزمالك. انتوا عارفين ان فرجاني ساسي ليه عند الزمالك 500,000 دولار. الزمالك بيقترب ان هو يديله مبلغ ويجدول له الباقي. وده خبر حلو جدا جدا يعني، وحاجه يعني جميله، وحاجه جميله جدا جدا، وحاجه جميله جدا جدا. كل ما اشوف والله العظيم يا جماعه، كل ما اشوف الدخله دي قسما بالله بقول حسبي الله ونعم الوكيل في المخرج. عايزين تداروا يا فشل يا فسده. حتى المخرج ضلالي عايز تداري على العظمه دي، عايز تداري على المتعه اللي كانت موجوده في المدرجات، ولكن الحمد لله بقت ترند الدخله دي. الدخله دي يا جماعه كانت ترند في المدرجات، ولكن شويه الفشله والفسده حتى مخرجين المباراه عايزين يغطوا على الحاجه الحلوه. ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ يا اخي يعني مش عارف الصراحه، انا مش عارف صراحه ربنا يعني ايه ده، يعني مش عارف يعني حاجه غريبه وحاجه عجيبه يعني. شيكابالا بعض الارانب الحمراء والقطيع قال لك ده هيحضر المباراه كده احنا عرفنا مين اللي هيكسب. شيكابالا حضر بالفعل وكان موجود في الملعب والزمالك كسب، وانتوا دخلتوا الجحور تاني. كفايه ان انتوا اتفرجتوا علينا. انت هتتفرج انت قاعد ملط في البيت وبتتفرج على فرقه بتصل لنهائي الكونفدراليه. فمليون مبروك لنادي الزمالك يعني. طبعا المهدي سليمان يعني انا قلت انه متذبذب في بعض الكور ولكن وحش. يعني عايز اقول لك على حاجه، بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى سبب تأهل الزمالك للمباراة النهائية هو المهدي سليمان. ازاي؟ انقذ لك في الجزائر هدف ما اعجازي، وانقذ في القاهرة هدف اعجازي اكتر من الاعجاز اللي قبل منه. لا 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 لا، تألق وربنا كرمه يعني في حاجة جميلة وحاجة محترمة جدا جدا، يعني حاجة جميلة وحاجة محترمة جدا جدا. كل اللاعبين فرحانين وكل اللاعبين مبسوطين بعد المباراة مع الكابتن عبد الناصر محمد ومع مع الكابتن عبد الناصر محمد ومع كل نجوم نادي الزمالك يعني. في حاجه جميله وحاجه محترمه جدا جدا من كل الزملكاويه يعني. فحاجه محترمه يعني. الكابتن معتمد جمال اللعيبه دخل في غرفه خلع الملابس يعني احتفلت وفرحت ورقصت يعني بعد المباراه يعني مع الكابتن معتمد جمال. وانا بقول لك وباكد لك الفرحه هي النهارده بس، فرحتك انت كزمالك النهارده بس. ليه يا عم الحاج؟ بكره هتخش على بيراميدز، بكره هتستعد لبيراميدز. بكره يا باشا مفيش ايه، مفيش راحه. بكره يا باشا مباراه بيراميدز
والتركيز عليها على طول يا عم الحاج، والتركيز عليها على طول يا عم الحاج. فجمهور الزمالك يا جماعه عامل عظمه وسبب برضه بعد، يعني ربنا برضه الكابتن يعني أو بعد قبل المهدي سليمان جمهور الزمالك سبب ان النادي يوصل للنهائي يعني. فحاجه محترمه وحاجه جميله وحاجه روعه 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 للزمالك. كابتن معتمد جمال انا بقول لك وعلى مسؤوليتي، بينه ماتشين، اركن الدوري على جنب شويه كده، بينه ماتشين في الكونفدراليه صح؟ مباراه الذهاب خارج القاهره، ومباراه العوده فين؟ في القاهره. الزمالك كسب حتى لو تعادل هناك او خسر لا قدر الله وكسب في القاهره هنا وعوض وصعد المباراه النهائيه. انا بقول لك وباكد لك الكابتن معتمد جمال هو المدير الفني في الموسم الجديد للزمالك. الكابتن معتمد جمال يضع قدما في نادي الزمالك للموسم الجديد كمدير فني، وللامانه يستحق. اي نعم عنده اخطاء، بس انت اخطاء معتمد جمال بالنسبه للمدربين الاجانب اللي بتيجي تنهب الانديه ماشي لا تذكر. مدرب بسم الله ما شاء الله، يعني جه استلم الفرقه كانت ضايعه كانت واقعه، هو كان جاي كمدير فني مؤقت عشان لما يجيبوا له مدرب اجنبي بقى. جه الراجل مشي ماتش في ماتش في ماتش في ماتش، تألق كسر الدنيا ثبت نفسه عمل شخصيه للفريق، بالبلدي كده عمل من الفسيخ شربات. فالنهارده الكابتن معتمد جمال النهارده عمل كل حاجه حلوه مع نادي الزمالك يعني. فمتشكرين للكابتن معتمد جمال، والراجل يضع قدما في النهائي رسميا خلاص، او ايه عفوا في الموسم الجديد. فالكابتن معتمد يا رجاله خلاص قريب قوي 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 ان هو يكون موجود كمدير فني لنادي الزمالك في الموسم الجديد. طبعا يعني لفت طارق حامد يا جماعه ان هو اعتزل في نادي الزمالك بالمنظر ده حاجه محترمه جدا يعني. عايز واتمنى قبل ما انسى، اتمنى يعني يتم تعيين طارق حامد في اي منصب في الزمالك، اي منصب يعني فني او اداري زي ما هو عايز يتم تعيينه يعني، لانه ابن من ابناء الزمالك ومخلص ومحترم يعني. بعد نهايه المباراه يا جماعه في اتنين من لعيبه نادي الزمالك خضعوا لكشف منشطات. الاول عبد الله السعيد والثاني احمد شريف، هما الاثنين خضعوا لكشف منشطات بعد المباراه يعني. ده بالنسبه ل ثنائي نادي الزمالك وكشف المنشطات بعد نهايه المباراه. تمام يا جماعه؟ تمام. عايز يعني يعني عايز اقول يا جماعه، عايز اقول حاجه. عمر جابر خرج من المباراه مش عشان المستوى الفني بتاعه، لا، عمر جابر شعر بشد تاني، عمر جابر شعر بشد، فعشان كده خرج من المباراه. والكابتن معتمد جمال غير ايه؟ غير اللاعب خوفا من الاصابه بمزق. فاكرين مباراه شباب بوليسداد اللي كانت في الجزائر لما بزرع شعر بشد فالكابتن معتمد خرجه؟ نفس الفيلم ونفس الوضع بالنسبه لعمر جابر يعني. هيلحق ولا لا مباراه العوده؟ ربنا يستر ونشوف ان شاء الله، وربنا يستر بس وان شاء الله يكون ايه موجود ويلحق باذن الله يعني، يكون موجود ويلحق. ده بالنسبه ليه عمر جابر، ويعني قصه عمر جابر واصابه عمر جابر يعني. تمام يا جماعه؟ تمام. جمهور الزمالك هيستعد خلال ما هو الفريق البطل كده، جمهور الزمالك هيستعد خلال ساعات على طول لمباراه بيراميدز وشركه تذكرتي يعني. ان شاء الله بكره او بعده هيفتحوا التذاكر لمباراه الزمالك وبيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل يعني على استاد القاهره. ويوم الخميس الزمالك عنده ملحمه تانية مع بيراميدز. لو احنا خلصنا ملحمه شباب بوليزات خلاص رايحين الملحمه الثانيه ان شاء الله باذن الله يوم الخميس المقبل على استاد القاهره. مباراه بيراميدز لا تقل اهميه عن شباب بوليزداد ابدا ابدا، لان انت باذن الله تكسب بيراميدز تبقى بنسبه 70 80% خدت الدوري. خدت الدوري لان بعدها على طول بيراميدز هيخبط مع الاهلي، بعدها على طول بيراميدز هيخبط مع الاهلي. فانت مباراتك يوم الخميس مع بيراميدز هتفرق معاك بشكل كبير جدا جدا، وبيراميدز هيجي المباراه دي عايز يكسبك عشان يعوض الفرق.
فالمباريات كلها صعبه جدا جدا، ولكن ان شاء الله الخير، كل الخير للزمالك. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم. سلام عليكم.